ردي بالك، هادو حوايج ما كتعيقي بهم حتى كيفوت الفوت وكتقولي يا ريت الزمان يرجع بيا اللور. شوفي الفيديو الا عجبك خلي لي واحد شكرا صغيره في التعليق وبارطاجيه مع اللي محتاج ليه. والاولى ان الصحه ما كدومش، والا مشيتي حتى ضيعتيها ما غتبقيش تكسبيها، وحتى شي واحد ما غادي يعقل عليك واخا تكوني تقطعي من لحمك وتشويه ليهم. تاني حاجه، الشقا ما كيساليش، واللي غادي ديريه اليوم غتعاوديه غدا. اذا الفاهم يفهم، نقي وديري الضروري فقط ورخفي على راسك، ولا بيرفيكسيون راه غير غتمحنك وغتمرضك. ثالثه، كتعطي بزاف، عندك كيتحب لك ان الاخر غادي يشبع، ما حدك كتعطي ما حد الاخر كيطمع فيك، ونهار كتعيقي وكتوقفي كتولي عدوه. اذا اختصري الطريق من الاول، تهلاي في راسك، واللي غادي يبغيك لوجه الله بلا عطاء، تهلاي في راسك هو اللي دايم ليك. 4، إلا ما تفكرتيش راسك مرة وشريتي راسك شي حاجة زوينة، ما عمر الآخر غادي تفكرك وغيقول مسكينة فلانة دائما مقابلانة وناسية راسها. الحقوق حبيبة ما كتعطاش، تطلب، وإلا مازال كتسناي شي نهار الآخر يفهم راسو بوحدو عاد يعطيك، غادي تكوني كتسناي الوهم والسراب للأسف. 5، كتعاودي همك للغير، والله الشكوى لغير الله مدلة. النص اللي كتعاودي ليه ما عنده باش ينفعك، والنص الاخر غير كيشمت وكيتشفى فيك للاسف. الزمان غدار وبنادم احتار، وكتبقى الوقايه خير من 1000 علاج.